شواكيش الصف الثالث الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون كيرشوف. تعالى. قانون كيرشوف الثاني بيتكلم عن حفظ الطاقة، بينما قانون كيرشوف الأولاني كان بيتكلم عن حفظ الشحنة لأنه كان بيتعامل مع التيارات. بيقول لك في أي مسار مغلق، أي دايرة مغلقة زي دي كده، مجموع جهود المقاومات بتساوي مجموع جهود البطاريات. بس الكلام ده في ايه؟ في مسار مغلق. بمعنى والدك بيقبض 5000 جنيه، انت ووالدتك واخواتك بيستهلكوا ال5000، ففي الاخر بلح، في الاخر كل الجهد بيساوي صفر. تاخد مثال كده عشان نفهم. قال لك ده 1 فولت وهو اللي محدد لك الموجب والسالب، يعني ده الجهد الاعلى وده الجهد الاقل. ده 5 فولت، ده السالب وده الموجب. ده موجب سالب V1 وده موجب سالب 2 فولت. فبيقول لك الجهد ده بيساوي كام؟ مش ده مسار مغلق؟ هتقول لي اه. اقف عند اي نقطة انت عايزها، اي نقطة، وليكن دي مثلا، ولف لفة، لف لفة وارجع لنفس النقطة. هتلف ازاي؟ براحتك. وليكن يا مستر انا همشي كده، هقول لك تمام، امشي واللي قبلك نزل امه باشارته. يعني ايه؟ امشي. ادي وقفت، هتمشي يلا، امشي، خايف من ايه؟ امشي. بسم الله وعلى سنة رسول الله. مشيت يا مستر، خبطت في مين الاول؟ سالب، فاقول له سالب 5. وخلي بالك هو بيقول لي 5 فولت، يعني خلاص كيرشوف الثاني بيتكلم على الجهود وهو بيقول لي ان دي 5 فولت، فقلت سالب 5. كمل. مشيت اهوت، بسم الله بسم الله. بعد كده قابلت موجب V1، تمام. كمل، بسم الله اهوت. جيت هنا خبطت في موجب 2 فولت. كمل. جيت هنا يا مستر خبطت في سالب 1. وصلت. الحمد لله على السلامة. قول له هيساوي 0. نزل V1، جمع. سالب 5 زائد 2 يديك سالب 3 ناقص 1 يديك سالب 4. تروح بعكس الإشارة يطلع V1 بكام؟ ب4 فولت. ادي المثال الأول. كلام سهل، ركز. تعالى مثال تاني. قال لك داخل هنا 5 أمبير في كام شارع؟ في شارعين. ادي الشارع الأولاني الأحمر وادي الشارع التاني اللي هو الأزرق. قال لك هنا 3 أوم ودي VB. طب تحت قال لك دي 5 أوم، التيار بتاع الشارع الأزرق ده 2 أمبير ودي بطارية 6 فولت. السؤال بيقول لك الVB بكام؟ تمام؟ مش ده مسار مغلق؟ اقف عند أي نقطة أنت عايزها، أي نقطة أي نقطة، وليكن مثلا دي، وهقول لك لف لفة براحتك. تمشي ازاي؟ ممكن تمشي كده، المهم انك ترجع، او ممكن امشي كده، مش فارقه، هيمشي يا مستر كده. قال لك قبل ما تمشي اعمل 3 حاجات. اول حاجه ظبط التيارات. هتقول لي تمام، هو قال لي دخل 5 امبير، سرح هنا 2 امبير، يسرح فوق قد ايه؟ وتقول لي يلا كام؟ مظبوط، يسرح فوق يا مستر 3 امبير. ده اللي هو كيرشوف الأولاني، يعني دخل 5 هرب فوق 3 يهرب تحت 2، بحيث 2 زائد 3 يديني 5. ظبطت التيارات يا مستر، ثم خش على الإشارات. التيار في المقاومة بيسري من، تقول يلا مظبوط، من الجهد الأعلى إلى الجهد الأقل. فهقول له هنا موجب وهنا سالب. طب هنا هتقول لي التيار هيمشي من الجهد الأعلى إلى الجهد الأقل، فالبداية موجب والنهاية سالب. مظبوط. ظبطت التيارات، ظبطت الإشارات، خد لك مسار. اقف عند أي نقطة أنت عايزها ولف لفة. اخترنا دي وهنلف كده، هنقول له بسم الله مجموع الجهود كله بيساوي 0. بس الكلام ده خلي بالك في مسار مغلق. ادي يا مستر وادي الصفر. وقفنا هنا، بتمشي يالا امشي. بسم الله بسم الله وعلى سنة رسول الله. بسم الله. ها خبطت في مين؟ سالب
بتقول سالب ولا موجب؟ سالب. نزل يا عم سالب. سالب مين؟ في بي. واوعى تنسى ان احنا بنتعامل مع جهود. الفي بي ده جهد مش محتاج تيار، اللي محتاجه تيار هي المقاومه. هقول له اي في ار بالنسبه للمقاومه. اوعى تضرب البطاريه في التيار، اوعى يالا اوعى. ماشي، خلصنا من البطاريه يا مستر. خش على اللي بعده. ها، خبطت في مين يالا؟ خبطت في مين؟ سالب. سالب يا مستر. مين؟ 3 في 3 يديني 9. تاخد بالك؟ ضربنا الاي في الار. كمل. بسم الله بسم الله. ها، جه مين؟ جه الموجب. موجب مين؟ 2 في 5. دي مقاومة يعني اي في ار. كمل يلا. بسم الله. جيت هنا خبطت في موجب. موجب مين؟ موجب 6. وصلت. الحمد لله على السلامة. ادي السالب في بي. تروح هناك بعكس الاشارة تبقى موجب في بي يساوي سالب 9 زائد 10 يديني 1. 1 زائد 6 يديك كام؟ يديك 7 فولت. ده يا شباب الفكرة الأولى في كيرشوف، اللي هي إزاي أتعلم آخد مسار. حاجة التانية يا شباب، إزاي أجيب فرق الجهد بين نقطتين. دي حتة بتلخبط معظم الطلبة، فركز لي كده. آدي الإيه وادي البي. في مقاومة اسمها 3 أوم، وفي مقاومة داخلية اسمها 1 أوم، وادي بطارية اسمها 10 فولت. وهو بيقول لك هات لي الجهد ما بين الإيه والبي. سهلة. مش ديت وديت على التوالي؟ عرفتهم ازاي يا مستر؟ هقول لك التيار اللي هيمشي في المقاومة 3 دي مجبر انه يكمل في المقاومة دي. طالما مجبر انه يكمل فهم مقاومتين على التوالي. ظبط كده المسألة الأول. هتقول له ادي مقاومة وادي البطارية. البطارية ب10 فولت، وادي 3 زائد 1 هيديني 4 أوم، وادي التيار يا مستر اللي ماشي اسمه 5 أمبير. مظبوط. أول حاجة ظبط التيار. التيار متظبط. تاني حاجة اللي هي قول الإشارات جدعة. هتقول له التيار ماشي من هنا لهنا، فآدي موجب وآدي السالب، وكده كده البطارية معروف إن ده الموجب وده السالب. مظبوط. ثم أخد المسار. هنا بقى أنا مجبر. ليه؟ لأن الباشا بيقول لك هات لي الجهد ما بين الA والB، فأنا مجبر إن أنا أقف عند الA وامشي أروح للB. يعني أمشي كده. تعرف لو كان قال لك هات لي VBA كنت هقف عند الB وأروح للA. أقف عند الA. وقفت يا مستر. امشي امشي. يلا بسم الله وعلى سنة رسول الله. مشيت. خبطت في مين؟ موجب. ادي موجب. مقاومة اسمها 4. دايما المقاومة محتاجة تيار، فاقول له 4 في 5 هيديني 20. خلصنا يا مستر من المقاومة. خش على البطارية كده. بسم الله. خبطت في مين الأول؟ الموجب. موجب كام؟ موجب 10. اوعى تقول 10 في 5. البطارية اسمها 10 فولت وانا عايز جهد، فانا نزلت جهد. البطارية رقم والمقاومة اي في ار. وصلت للبي. الحمد لله على السلامة. جمع. هقول له اذا الجهد ما بين الاي والبي هيساوي 30 فولت. اقول لك ايه؟ لو هو عايز الجهد بين نقطتين، اقف عند النقطة الاولى وروح للنقطة التانية، واللي يقابلك نزل هز مازر بإشارته. نزل امه بإشارته. طب يا مستر لو كان عايز الجهد ما بين البي والاي، حد شاطر هيقول لي اكيد يا مستر عكس دي. اكيد هتبقى سالب 30. هقول له ليه؟ هيقول لي يا مستر اقف عند البي وروح للاي، واللي يقابلك نزله باشارته. اقول له كلام سليم. بسم الله. امشي. هتقول لي سالب 10 بدل ما كانت موجب هتبقى سالب. ثم خش على المقاومه كده. سالب 4 في 5 يديني سالب 20. سالب 10 وسالب 20 يديني سالب 30. ده الجهد ما بين نقطتين. طب يا مستر لو انا عايز اجيب جهد النقطة ايه بكام؟ ايه بكام؟ هتفضل تفكر كده وهتلاقي نفسك مش هتوصل لحاجة. طب ليه يا مستر؟ اصل الفرق بين الاي والبي اسمه 30 فولت. اقرا دي كده اسمها ايه؟ فرق الجهد. فرق الجهد. فرق يعني طرح. مين الرقمين اللي لما اطرحهم من بعض يديني 30؟
ممكن تقول لي 40 ناقص 10 ب30 صح، 50 ناقص 20 ب30 صح، 100 ناقص 70 ب30 صح. فعشان تجيب جهد نقطة استحالة، أنا عايز أجيب جهد الإيه بكام؟ قول له استحالة، لازم يديني واحدة، لازم أستعين بصديق. فتلاقي الباشا يجي هنا كده ويقول لك النقطة دي مثلا اسمها سي، ويعمل لك الشكل ده كده. ايه الشكل ده يا مستر؟ ده شكل الأرضي. شكل الأرضي يعني ايه أرضي؟ أرض يا شباب يعني النقطة اللي متوصلة بيه تساوي صفر. اداك نقطة زي الفل، واحدة مجهولة والتانية معلومة، كلام جميل. امشي من المجهول للمعلوم، أو امشي من المعلوم للمجهول، ما يفرقليش. هقول له مثلا في اي سي. طب يا مستر لو قلت في سي اي، كلام سليم مليون في المية. ده هيساوي ايه؟ انا قلت بقى اي سي، قلت الاي يبقى جهد الاولى ناقص جهد التانية، كلام سليم. هي مين الفي اي سي؟ مين؟ هتقول لي فرق الجهد ما بين الاي والسي. اقف عند الاي، روح للسي، واللي قبلك نزل هيز ماذر باشارته. بسم الله يا مستر، ادي الاي، همشي اروح منين؟ من الاي للسي. ادي السي هنا ايه، همشي من الاي للسي. بسم الله، خبطت في مين؟ موجب، جدع. موجب مين؟ 4 في 5 بكام؟ ب20، كلام سليم. هيساوي الفي اي انا عايزها. طب مين الفي سي بقى؟ قال لك بصفر. اذا الفي اي هتساوي 20 فولت. هو لازم يعني يا مستر يقول لي ان السي دي ارض يعني بصفر؟ اقول لك لا، ممكن السي دي مثلا دي تبقى بواحد، فهقول له كام ناقص الواحد يديني 20، هتقول لي 21. ممكن يا مستر السي ديت تبقى ب3، هقول له كام ناقص 3 يديني 20، فهتقول لي 23. مش لازم صفر يا مستر. طب يا مستر هو انا ممكن احسب الفي بي بكام؟ مش انت معاك جهد نقطة؟ طالما معاك صديق عادي. طب وبعدين انت حر، ممكن تمشي من سي للبي براحتك، ممكن امشي من الاي للبي. المهم انك هتمشي من نقطة للتانية، واحدة معايا والتانية انا عايزها. حد يقول لي يا مستر احنا هنختصر المسافات وهنقف عند السي ونروح البي، تمام، بس خلي بالك خلي بالك خلي بالك، الواحد والتلاتة انا خليتهم 4 في الاول، ما تنساش ان الواحد دي موجودة. فانا هقول له ادي السي وادي البطارية وادي البي، ادي البي ادي السي، في بطارية اسمها 10 فولت، في مقاومة داخلية اسمها 1 اوم، في تيار ماشي اسمه 5 امبير. وبعدين مش انت عايز تجيب جهد البي بكام؟ مش السي دي معايا بصفر؟ خلاص امشي من السي للبي. هو لازم يعني يا مستر امشي من السي للبي؟ حبيبي انجوي، انت حر. والله لا ماشي من البي للسي، يلا في بي سي هتساوي، هتقول لي جهد الاولى اللي هي البي ناقص جهد السي، صح كده؟ ماشي. الفي بي انا عايزها، طب الفي سي بكام؟ بصفر، جميل. مين الفي بي سي؟ هتقول لي ده فرق الجهد ما بين البي والسي. المرة دي بقى انا مجبر ان انا اقف عند البي، لازم اروح عند البي، لازم اقف عند البي، وهروح للسي، واللي يقابلني هنزله باشارته. بس خلي بالك في بطارية اهي، المقاومة الداخلية دي طلعها بره. طب ليه يا مستر؟ عشان احدد الموجب والسالب. هتقول لي ادي 10 فولت، ادي مقاومة داخلية اسمها 1 اوم، وما تنساش ان ال5 امبير ماشيين كده، ادي 5 امبير. هقول له يا مستر التيار بيسري من الجهد الاعلى الى الاقل، فالبداية موجب والنهاية سالب. وادي البي وادي السي، انا عايز اجيب الجهد ما بين البي والسي. اقف عند البي بسم الله وانا ماشي، خبطت في مين يا مستر؟ في سالب. مقاومة اسمها 1، تيار اسمه 5، 1 في 5 يديني 5. كمل، خلصت المقاومة، خش على اللي بعده. قابلني بطارية، امشي، خبطت في مين؟ سالب 10.
وصلت، الحمد لله على السلامة. كام ده يا مستر؟ ده سالب 15. مين السالب 15؟ ده الفرق ما بين البي والسي اللي هو ده، هيساوي الفي بي اللي أنا عايزها ناقص الصفر. خلاص يطلع الفي بي يا مستر بسالب 15. إيه ده؟ في يا مستر جهد نقطة بالسالب؟ وأنت مش واخد بالك. تعال ركز كده. التيار بيسري من الجهد الأعلى إلى الجهد الأقل. السي قلنا بصفر، والتيار ماشي من الاي للسي. الاي طلعت بكام؟ ب20. كلام سليم، يبقى رايح من ال20 للصفر. طب كمل. طب السي بصفر والتيار مكمل رايح للبي، ما انا عارف ان التيار هيسري من الاعلى للاقل. طب ده صفر، ده لازم البي تطلع سالب. طلعت سالب. كلام سليم 1,000,000% يا مستر. ده يا شباب جزئية الثلاث معادلات، وامتى اعرف ان المسألة هتتحل بأوم وامتى اعرف ان المسألة هتتحل بكيرشوف. دايما اقف عند البطارية الكبيرة دي، بطارية 10 فولت ودي بطارية 8 فولت. هنقف عند البطارية الكبيرة اللي هي 10 فولت. تعالى ادي 10 فولت، هنطلع منها تيار وليكن مجازا يا مستر اسمه اي واحد. خليك مع التيار ده للاخر. ادي الاي واحد يا مستر هيمشي كده، هيجي هنا هيحصل له ايه؟ هيتجزأ، هيمشي هنا حبة ويمشي هنا حبة. أصبح إن التيار اللي مشي في 10 فولت ده مختلف تماما عن التيار اللي مشي في البطارية اللي هي 8 فولت. يبقى دولت البطاريتين مش نفس التيار، يبقى كيرشوف. أنت عارف مثلا مجازا لو الفرع ده مش معانا، لو الفرع اللي هو ال8 ده مش معانا، أو الفرع أنا آسف، نفترض مثلا إن الفرع اللي هو ال6 ده مش معانا، هتقول له التيار اللي هو اي واحد مجبر انه يكمل هنا، صح؟ اصبح ان ال10 فولت وال8 فولت دول ماشي فيهم نفس التيار. قوم يحلها، اللي هو الموجب مع الموجب المتشابهين وحشين، فاقول له 10 ناقص 8 يديني 2 فولت، والمقاومة الكلية 3 زائد 5. وخلي بالك انا هنا جمعت المقاومات لانهم على التوالي، لان التيار اللي ماشي هنا مجبر انه يمشي هنا. ولكن في الحالة اللي قدامنا دي يا شباب اي واحد هيتجزأ، فاقول له الشارع ده تيار وليكن اسمه اي 3، والشارع ده يا مستر وليكن تيار اسمه اي 2. اي شارع انا بفرض التيار زي ما انا عايز. يعني ممكن اي 2 ده افترضه كده، ممكن اي 2 ده يا مستر افترضه كده، او ممكن افترضه كده، براحتك مش فارقه كتير. التيار يا مستر لو طلع معايا من الموجب يبقى انا فرض صح. طب لو طلع سالب هتقول له هو سالب طبقا للفرض اللي انا فرضته. بمعنى اي 2 انا فرضه داخل للنقطه دي، لو طلع موجب يبقى انا فرض تمام. طب طلع سالب 3 مثلا، هقول له هو سالب 3 بس داخل، او موجب 3 بس خارج، يعني اعكس اتجاهه واخليه موجب. وبعدين هنقول له بسم الله، دي مسألة خلاص احنا قلنا ان احنا هنحلها بكيرشوف. عندي كام مجهول يا مستر؟ عندي اي 1، عندي اي 2، عندي اي 3، عندي 3 مجاهيل، فمحتاج اجيب كام معادلة؟ 3. اول حاجة كيرشوف الاولاني هطبقه مرة. كيرشوف الاولاني يا مستر ده بطبقه عنده نقطة واحدة وليكن دي، هقول له ان الداخل بيساوي الخارج. مين الداخل يا مستر؟ اي 1. جميل. مين داخل تاني؟ اي 2. طب اي 3 خارج، هقول له يساوي اي 3، اجيب اي 3 بعكس الاشاره يبقى ناقص اي 3 بيساوي 0. ليه يا مستر ما قلتش اي 3 هناك؟ حبيبي انا مجمع معادله اي 1 اي 2 اي 3 يساوي حد مطلق، وادي المعادله الاولى بكيرشوف الاولاني، ثم فاضل لي معادلتين هطبق كيرشوف الثاني مرتين. كيرشوف الثاني ده انا بطبقه فين بالظبط؟ في مسار مغلق. اقف هنا يا مستر، اختار اي نقطه انت عايزها ولف لفه. والله يا مستر مثلا انا همشي كده، امشي واللي قبلك نزله باشارته. بسم الله، ادي اللي يساوي. همشي، امشي، خايف ليه؟ امشي يلا، امشي بسم الله. مشيت يا مستر، خبطت في مين؟ سالب 10 فولت. انزلها هنا سالب 10 فولت واقول له في الاخر يساوي 0، او اديها بعكس الاشاره تبقى موجب 10 فولت. وخلي بالك هي اسمها 10 فولت.
وانا هنا بتكلم على كيرشوف التاني اللي هو بيتكلم على الجهد، فهي 10 فولت مش محتاجه تيار. كمل. قابلنا مستر المقاومه، احنا نسينا نحدد الموجب والسالب زي ما قلنا في الاول. المقاومه 3 اوم ديت تيارها ماشي من هنا لهنا فهتبقى موجب سالب، دي تيارها ماشي من هنا لهنا فيبقى موجب سالب، والمقاومه دي تيارها ماشي من هنا لهنا فاقول له هنا موجب وهنا سالب. حلو كده. نرجع للمسار بتاعنا، هنقول له بسم الله احنا مشينا خبطنا في سالب 10 وديناها هناك بموجب 10 ثم بسم الله موجب 3 اي 1. دي مقاومه تبقى اي في ار. كمل. دخلت على المقاومه اللي بعدها، المقاومه دي خلي بالك المقاومه دي هنا الموجب وهنا السالب، فانا ماشي كده خبطت في مين الاول؟ موجب، هقول له موجب 6 اي 3 موجب 6 اي 3 اي 1 تحت اي 1 اي 3 تحت اي 3. احنا وصلنا خلاص الحمد لله على السلامه. حد يقول لي يا مستر ما ظهرش اي 2؟ صفر اي 2. اي مسار انت هتلفه في تيارين بس، يعني المسار ده في اي 1 وفي اي 3، طب المسار اللي هناك في اي 2 وفي اي 3 فاكيد في واحده مش موجوده فاقول له صفر. وادي يا شباب المعادله الثانيه. هنخش على المعادله الثالثه. اقف عند اي نقطه، اي نقطه انت عايزها وليكن دي مثلا، وهنلف لفه وليكن كده. تمام يا مستر. امشي يلا بسم الله. خبطت في مين؟ سالب 8 هتروح هناك تبقى موجب 8 ثم اجي هنا خبطت في مين؟ موجب 5 اي 2 موجب 5 اي 2. كمل. بسم الله بسم الله. دخلنا على المقاومه دي خبطت في مين الاول؟ موجب 6 اي 3 موجب 6 اي 3. وصلت الحمد لله على السلامه. مفيش يا مستر اي 1، هقول له صفر اي 1. اروح مطلع الاله واحل المعادلات ديت على الاله. ادي يا مستر الثلاث معادلات. اروح مطلع الاله واحل، هجيب اي 1 هجيب اي 2 هجيب اي 3. فيها شباب فكره كمان خاصه بكيرشوف اسمها الغاء فرع. يعني ايه الغاء فرع؟ يعني هيكون مثلا عندي مساله زي دي كده، ادي 12 فولت وادي الفي بي، واضح من المساله ان هي هتبقى كيرشوف. ليه يا مستر؟ لان مثلا لو وقفت عند البطاريه ديت وقلت له بسم الله وعلى سنه رسول الله، التيار هيمشي كده يا مستر، هيجي هنا حبه هيمشوا هنا وحبه هيمشوا هنا. انا عندي بطاريتين كل بطاريه بتيار وبالتالي هحل بكيرشوف. فبدل بقى ما اقول له هجيب 3 معادلات والمساله تبقى طويله، الباشا يعمل ايه؟ الباشا يكنسل لي فرع. يعني ايه بقى؟ يعني يجي هنا كده ويقول لك ان الاميتر ده بصفر. يعني ايه الاميتر ده بصفر يا مستر؟ يعني الشارع الاحمر ده مش معانا، يعني هشيله. فاجي يا مستر كده واعمل كده، شيلت ده، اللي فاضل لي ده. هقول له يا مستر ادي 12 فولت وادي ال 3 اوم وادي ال 1 اوم، ادي التيار يا مستر هيمشي كده اهوت بسم الله اهوت. كمل اهو خلاص. يبقى دول مقاومتين على التوالي. هنجيب المقاومه الكليه، هنقول له 3 زائد 1 هيدينا 4. هات التيار اللي ماشي فيهم، هقول له التيار هيساوي الفي بي على الار. ادي الفي بي هنا ب 12 والمقاومه اللي انا جبتها ب 4، 12 على 4 يديني 3 امبير. كلام سليم. واحنا عايزين ايه؟ احنا يا مستر عايزين نجيب قيمه الفي بي ديت اللي هتخلي التيار اللي هنا بصفر. اول حاجه انا شلت الشارع ده وجبت التيار، ثم خلي بالك مش معنى ان التيار اللي ماشي هنا بصفر ان البطاريه دي قيمتها بصفر، لا. البطاريه ديت بنت ناس. لو الدايره بتاعتها مقفوله، يعني انا مثلا لو جبت بطاريه ووصلتها ب 3 اوم وقفلت الدايره، هتزق الالكترونات وهيبقى في تيار. طب لو فتحت الدايره، انا لو الدايره مفتوحه هي قيمتها موجوده، قفلت لها الدايره هتمشي التيار. فمش معنى ان التيار بصفر يا مستر ان هي قيمتها بصفر، لا. جبنا التيار اللي هنا، رجع دي تاني. ادي يا مستر رجعناه. هل يا مستر المقاومه دي مش فيها تيار؟ هتقول لي لا. اشيلها واعتبرها كانها سلك. المقاومه التي لا يمر بها تيار شيلها واعتبرها كانها سلك. ولكن لما يقول لي احترق مصباح، هشيله واعتبره كانه مفتاح مفتوح، يعني ما بيمررش التيار. يعني المصباح لو اتحرق هرمي في الزباله. ليه؟ ما يمشي تيار خلاص.
ثم يا مستر اقول له هي المقاومة اللي هي 1 اوم دي طيرها بكام؟ طيرها ب3. حلو كده. المسار ده ايه رأيك فيه؟ هتقول لي جميل. ايوه في ايه يعني؟ هتقول لي في بطارية انا عايز اجيب قيمتها. وفي ايه تاني؟ في مقاومة معلوم طيرها ماشي كده. هتقول لي هيعمل لي هنا موجب وهنا سالب. هقول لك تمام. مش ده مسار مغلق؟ هيفكرك بمين؟ بكرشوف التاني. مظبوط. اقف عند اي نقطة. هقف هنا وهلف اللفة براحتك. كده شغال كده شغال. اقول له مثلا يا مستر هنمشي كده بسم الله وعلى سنة رسول الله. مشيت يا مستر خبطت في سالب في بي وديها هناك تبقى موجب في بي. ثم كمل ما تخافش كمل. خبطت في موجب 1 بس المقاومة محتاجة تيار. 1 في 3 هيديني 3. وصلت. الحمد لله على السلامة. يبقى الفي بي بكام يا مستر؟ ب3 فولت. ممكن تحلها بمجرد النظر. اللفة دي فيها ايه؟ فيها بطارية وفيها مقاومة بس. هتقول لي مفيش حاجة تانية؟ يبقوا بيحبوا بعض، يبقوا على التوازي. يعني الجهد ده يا مستر نفس الجهد ده. المقاومة دي مش طيارها ب3 فجهدها 1 في 3 ب3 ودولت على التوازي. يعني الجهد اللي هنا زي الجهد اللي هنا. الجهد هنا ب3 يبقى الفي بي هي كمان ب3. هقول له إذن الفي بي ب3 فولت. دي مسألة شبهها سنة 2022 في النظام الجديد. في النظام القديم جت 2018. من ضمن المسائل يا مستر اللي قررت معايا في الامتحانات ان يجيب لك مسألة في كرشوف ونفس الموضوع. بدل ما تقول له بقى هاخد هنا مسار وهاخد هنا مسار ومش عارف مين، يقلل لك الدنيا شوية زي المسألة دي. بص هنا كده يقول لك ايه؟ يقول لك ان اي واحد ضعف اي 3. يعني اي 1 اللي هو هنا ضعف اي 3. السؤال هيقول لك مثلا احسب لي اي 3 بكام. طبعا من ضمن الحاجات اللي في كرشوف اللي لازم اخد بالي منها كويس قوي، هل هو اداني معطى في المسألة ولا لا؟ ما ينفعش يقول لي اي 1 بتساوي 2 اي 3 وتقول لي انا هقف هنا وهقول له الداخل بيساوي الخارج واخد معادلة. رأى يا باشا رأى. اي 1 بيساوي 2 اي 3 وهو عايز اي 3، يبقى انا اروح ادور على اللفة اللي فيها اي 1 واي 3. فين يا مستر؟ ادي يا مستر المسار اللي فيه اي 1 واي 3. اقف هنا او اقف هنا براحتك ولف لفة. امشي يا مستر كده. المسار ده فيه اي 1 واي 3. خلي بالك التيارات متظبطة. خش ظبط الاشارات. هتقول لي التيار ماشي من هنا لهنا فاقول له ادي موجب وادي سالب. بالنسبة للمقاومة دي التيار اي 3 ماشي مثلا كده وهو محدده لك في المسألة. هيقول لي هنا موجب وهنا سالب. ليه؟ التيار يسري من الجهد الأعلى إلى الجهد الأقل. بسم الله. اقف هنا امشي. خبطت في سالب 10 حطها سالب أوديها هناك تبقى موجب 10. كمل. موجب 3 أي 1 موجب 3 أي 1. كمل يا باشا. جيت هنا خبطت في موجب 5 أي 3. وصلت. الحمد لله على السلامة. ثم هعمل ايه يا مستر؟ هو عايز اي 3 صح؟ سيب اي 3 مكانه. عايزين نتخلص من اي 1 صح؟ هنقول له ادي 3. شيل يا معلم اي 1 وحط 2 اي 3 زائد 5 اي 3 بتساوي 10. 2 في 3 ب6. 6 هزود عليهم 5 هيديني 11 اي 3 بتساوي 10. اقسم هنا على 11 وهنا على 11 يطلع اي 3 هتساوي في الاخر 10 على 11. اخر فكرة يا مستر هتقابلنا في كرشوف القدرة. ركز معايا عشان كتاب زي كتاب الامتحان جايب لك فيهم مسألتين بس انا هشرحها لك بالتفصيل. لو احنا اتكلمنا على الفلوس، والدك في البيت هو اللي بيجيب القطمنص، هو اللي بيجيب الايه؟ الفلوس. فكأن بابا هو اللي بينتج الفلوس. ماما لو ما بتشتغلش، اخواتي وانت سيادتك بتستهلك الفلوس. بابا بيقبض 5000،
احنا بنستهلك 5000 برضك في الاخر بلح. بس الكلام ده على اساس ايه؟ ان بابا متجوز ماما بس، مش بابا ها. اصل بابا لو ممكن يكون بيقبض 5 فبيجيب لنا 3، فاحنا بنستهلك 3. طب الاتنين في الكلام هنا على اساس في مسار مغلق، يعني بابا متجوز ماما بس والبيت مقفول علينا، مفيش بره. تعال القدرة، بيقول لك في قدرة منتجة. من الذي ينتج القدرة؟ هقول له الذي ينتجها هي البطارية اللي في حالة تفريغ، اللي بتدي، عشان كده التيار خارج منها. مين بيستهلك؟ 3. أخويا الكبير اللي هي المقاومة الخارجية، أخويا الصغير اللي هي المقاومة الداخلية، والحاجة ربنا يديها الصحة. مين الحاجة؟ دي البطارية اللي هتتشحن، اللي داخل لها التيار. فرق بين دي ودي، دي التيار خارج منها بتدي بتفرغ، دي التيار داخل لها بتستقبل بتتشحن. ثم هنقول له في أي مسار مغلق باباه لو متجوز ماماه بس ومفيش أي زي ما قلت لك، هنقول له إن القدرة الكلية هتساوي 0. يس، قبض 5 صرفنا 5 بلح، صح ولا إيه؟ تعال، أي بطارية قدرتها جهدها في تيارها. مش أنت عارف إن في 3 قوانين للقدرة؟ I تربيع في الآر، في تربيع على الآر، في اي. انا وانا بتعامل مع البطاريه اقول له قدرتها بتساوي جهدها في تيارها، فهنا القدره هقول له بتساوي جهدها في بي، تيارها اسمه اي. حد يقول لي بس يا مستر ربما يكون في مقاومه داخليه، ما هتستهلك اهي، يعني دي قدرتها كبطاريه جهدها في تيارها بس عشان بتدي. طب لو فيها مقاومه داخليه هتاخد هنا. تعالى بالنسبة للمقاومات هقول له اي تربيع في الار. اشمعنى يعني اي تربيع في الار؟ لان اشهر حاجة وانت بتحل معاك في المسائل هي التيار. طب لو معايا الجهد بتاع المقاومة اقول له في تربيع على الار، عادي جدا. طب بالنسبة للمقاومة الداخلية هقول له نفس الكلام، اي تربيع في الار. طب بالنسبة للبطارية زي اختها هقول له جهدها في تيارها. تعال بص على المسألة دي كده، دول بطاريتين، واحدة ب10 فولت والتانية ب6 فولت، في مقاومة داخلية، في مقاومة داخلية، في مقاومة خارجية اسمها 2 اوم. واحدة واحدة، مش دول بطاريتين؟ بس خلي بالك البطاريتين في شارع واحد. بص كده، التيار اللي هيخرج من 10، اشمعنى يعني 10؟ يعني مش انا قلت لك اقف عند البطارية الكبيرة وخرج منها التيار وما تخافش؟ تعال ادي البطارية اللي هي 10، خرجت منها التيار، مكمل 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 وخلاص. 10 فولت وال6 فولت مشي فيهم نفس التيار ما اتجزأش، يبقى اوم. تعالى السالب مع السالب المتشابهين وحشين، البت تكره البت والولا يكره الولا، نفس الكلام. ادي البت مع البت هنطرح 10 فولت ناقص 6 فولت يبقى الجهد الكلي ب4 فولت. طب بالنسبة للمقاومات ده كلهم مشي فيهم نفس التيار، يبقوا على التوالي 1 و2 و1، يبقى المقاومة الكلية ب4. التيار الكلي ده اسمه أبو ياسمين. أبو ياسمين اللي هو التيار الكلي بكام؟ هقول له الجهد على المقاومة الها على يديني 1 أمبير. حلو كده؟ حلو. انت عايز ايه؟ انا عايز اثبت لك دي، ان باباه لو متجوز ماماه بس ومفيش اي حاجة بره يبقى ب0. تعال عايز اثبت لك ان دي 5000 اللي بيجيبهم هم نفسهم 5000 اللي احنا بناخدهم. تعال اول حاجة يا مستر هنحسب القدرة المستهلكة. مين اللي بيستهلك؟ قلنا المقاومات والبطارية اللي بتاخد. هل هنا في بطارية داخل لها التيار؟ في. بص كده، قلت 10 مش 10، ده 10 خارج منها التيار بتدي. طب ال6 دي بتستقبل داخل لها التيار.
حصل؟ يبقى ال6 فولت دي ماماه بتاخد. طب قلنا ماماه بطارية، قدرة البطارية عبارة عن ايه؟ جهدها في تيار زائد مين تاني بياخد؟ المقاومات. وعشان المقاومات دي ماشي فيهم نفس التيار فهقول له اي تربيع في المقاومة بتاعتهم كلهم، ما هم ماشي فيهم نفس التيار. ماما ب6 تيارها ب1 زائد التيار الكلي ب1 تربيع. طب المقاومة الكلية بكام؟ ب4. 4 زائد 6 يديني 10 واط. يبقى احنا استهلكنا 10، ف1,000,000% لازم بابا يكون ب10. صح ولا ايه؟ تعالى. القدرة المنتجة الذي ينتج هي البطارية اللي خارج منها التيار ألا وهي ال10، وقدرتها عبارة عن جهدها في تيارها. الجهد ب10 والتيار ب1، 10 في 1 يدينا 10. بابا قبض 10 واحنا استهلكنا 10. فعلا في الآخر في أي مسار مغلق القدرة الكلية بتساوي 0، وفي كيرشوف التاني قلنا إن الجهد الكلي بيساوي 0. ده الكلام ده على أساس إنه مسار مغلق. دي يا شباب مسألة موجودة في كتاب الامتحان وموجودة في نيوتن وموجودة في الوسام وتناولتها كل السوشيال ميديا. تمام؟ في مقاومة اسمها 10 اوم، في مقاومة اسمها 6، في مقاومة اسمها 4، في بطارية اسمها 30، وفي بطارية تانية اسمها في بي انا مش عارف فيها بكام. وقال لك ان التيار ماشي من الاي للبي والتيار ده ب3 امبير. خلي بالك التيار ماشي من الاي للبي، اذا جهد الاي اعلى من جهد البي. قال لك ايه في السؤال؟ قال لك ان القدرة المستنفذة ما بين الاي والبي 210 واط. انت بتسأل نفسك سؤال، مين اللي بيستنفذ؟ هتقول لي المقاومات والبطارية اللي بتستقبل التيار، البطارية اللي بتتشحن اللي هي ادي ال3 امبير اهما، التيار ماشي، دي التيار خرج من الموجب يبقى بتدي مش بتاخد، مش معانا. كمل. دي التيار داخل لها تستقبل بتتشحن معانا. فهقول له يا مستر ال 210 واط دول هتساوي الاي تربيع في الار، وهنا اقول له الار الكليه لانهم كلهم على التوالي، فمش همشي على كل مقاومه واقول له اي تربيع في ار اي تربيع في ار اي تربيع في ار، ما هم كلهم نفس التيار، وهزود عليهم البطاريه اللي بتتشحن. وقلنا ان البطاريه قدرتها عباره عن جهدها في تيارها. ادي ال 210 التيار ب3 تربيع، خلي بالك المقاومه هنا 10 و6 و4 يديني 20 زائد مين البطارية اللي بتتشحن؟ دي جهدها اسمه في بي، تيارها اللي ماشي اسمه 3. وبعدين هنقول له ال 210 هنشيل منهم ال 180 هيديني 30 هتساوي 3 في بي. اقسم هنا على ال3 وهنا على ال3 تطلع الفي بي يا مستر بي 10 فولت. ده السؤال الأول. السؤال الثاني يعتبر مراجعة على الجزئية اللي فاتت، ألا وهي ممكن بعد إذنك يا مستر تجيب لي الجهد بين ال A وال B؟ هقول لك بسيطة، هنمشي من ال A هنروح لل B واللي يقابلني هنزله بإشارته. آدي يا مستر ال A وادي ال B. في مقاومة هنا اسمها 10 و6 و4 يديني 20 أوم، تيارهم اسمه 3 أمبير. خليتهم مقاومة واحدة لأني ماشي فيهم نفس التيار. في بطارية اسمها 30 فولت، وفي بطارية تانية أنا جبتها اسمها 10 فولت. أول حاجة حدد الموجب والسالب بتاع المقاومة. المقاومة دي التيار ماشي من هنا لهنا، فأقول له هنا موجب وهنا سالب. البداية عندي من عند ال A، أقف عند ال A. أدي ال A يا مستر، بسم الله امشي. خبطت الأول في موجب، 20 في 3 ب60. خلي بالك دي مقاومة، والمقاومة اي في ار. كمل. قابلني سالب 30 فولت. خلي بالك البطارية دي جهد مش محتاجة تيار، خلي بالك. كمل. البطارية اللي بعدها قابلني موجب 10 برضو بفولت مش محتاجة تيار.
وصلت، الحمد لله على السلامة. موجب 60 ناقص 30 هيديني 30، أزود عليهم 10 يديني 40 فولت. كده يا شباب احنا خلصنا كيرشوف التاني. ان شاء الله باذن الله هنعمل فيديوهات اكتر لنقطة التعادل، السلك مع السلك، السلك مع الحلقة، السلك مع الملف الحلزوني، القوة المتبادلة، الاجهزة اللي مزعلة ناس كتير، الاميتر، الفولتميتر، الاوميتر. ربنا يوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.